المنتخب الوطني، ونحن نعيش مع المنتخب فترة جميلة جدا، وندعو الله بأن تستمر هذه الفترة حتى نصل كأس العالم إن شاء الله. أجواء المنتخب حديث بس الأردن، حديث العرب عن المنتخب الوطني الآن بعد، وخصوصا بعد تصدره للمجموعة بشكل عام. يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قبل الحديث على المنتخب والسعادة والفخر والمجد والتاريخ اللي قاعد بيكتبه المنتخب ومنظومة اتحاد كرة القدم كلياتها، لابد في الأيام المباركة هاي ندعو لأهلنا غزة ورفح، الله يرحم شهداء سبحانه وتعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وإن كنتم مؤمنين، ونشهد أنهم هم مؤمنون على أن نصر الله قريب، إن شاء الله نصر الله قريب. يعني أنت تتحدث عن المنتخب الوطني، تتحدث عن فرحة وطن، عن إسعاد للناس كلياتها، تتحدث عن إيمان بقدرات لاعبين، إيمان بالإنجاز. وإذا بنحكي عن المنتخبات الوطنية، وأنا متابع تعرف من زي ما تفضلت، الآن احنا ترتيبنا من 18 هنا جايين لا جايين نفصل. هي منظومة كاملة. لكن أنا كحديث إسلام اليوم صور لاعبي المنتخبات الوطني بالشوارع، نعم بالقارمات، نعم بكل مكان، هذا بدل انه السمعه الكبيره اللي باتها نجوم المنتخب الوطني يتمتعون بها. واحنا دائما نتحدث في هذا الشيء كلاعب، انت لاعب كره قدم يجب ان تستغل الفرصه وان تتعب وان تجتهد صحيح. حتى تصل لمرحله مثل ما وصل لاعبي المنتخب الوطني الان. يعني دكتور ليث، بتعرف كره القدم اصبحت استثمار، أصبحت رفع راية بلد في كل المحافل. الآن إذا بسألك عن 4-5 وزراء من الأردن بعطينا أسمائهم يمكن ما تعرفش. بعطيك 22. تعطيك 22. ومين راح يلعب المباراة الجاية؟ أنا مش حافظ. أما اسأل اللي عمره 70 واللي عمره 80 واللي عمره 10 سنين، مين موسى التعمري، مين شرارة، مين يزن، مين يزيد، بقول لك شو بيلعب، بقول لك شو هواياته. كل الأردن بيعرف، كل الأردن بيعرف مراكزهم، والدول العربية بتعرف أولادنا بتعرف لاعبيننا. مانشيني مدرب السعودية بقول لك هذا الفريق هو الأفضل آسيويا. صحيح. مدل حتى العرب، اخوان العرب والمدربين الاجانب بتحدثوا عن المنتخب الوطني. انا اليوم وانا جاي من الرمثة، امي الله يطول عمرها كانت معي بالسياره، لقيت واحده والله العظيم بجرش، قلت خليني اطلعها، درجه حراره يمكن 40، خليني اكسب فيها اجر. عمرها 70 سنه. وين يا حجه؟ تقول والله طالع عمان. وين انت؟ قلت والله على المجال الرياضي انا مدرب. قالت والله دموعنا بتنزل والله العظيم، وهي هسه قبل ساعتين. عمرها 70 سنه. عمرها 70 سنه. قالت رايح ازور بنتي بالسلط مش عارف وين، انا من بني حسن، راح ازور بنتي، دموعها نزلت بس نشوف اللاعبين بالمطار، يا ريت يجوا ياخذونا على المطار ونفرح ونبسط معهم. اقسم بالله هذا الكلام قبل ساعتين وعمرها 70 سنه. فما بالك بالمتابع كره القدم، اصبحت شغف، اصبحت فرحه. من وين هي المرأة من بني حسن ومتجوزة مع السلط. ما لو بدي احكي اسم يعطيها الصحة. آمين يا رب. طيب نروح للمنتخب الوطني والخبر يوم أمس. منتخبنا الوطني لكرة القدم تقدم على تصنيف الفيفا للمركز 68 عالميا، وبالتالي المنتخب الوطني أصبح الثامن على مستوى العرب والتاسع على مستوى آسيا. وعندما نتحدث بالثامن عربيا والتاسع آسيويا، ونتحدث عن قرعة كأس العالم، وبتحكي أنت 8 مقاعد ونص لازم لكأس العالم وأنت أصلا التاسع، فبات التأهل لكأس العالم في قبضة اليد. إذن المنتخب الوطني دخل المستوى الثالث. المنتخب الوطني دخل المستوى الثالث، وبالتالي ستكون مواعيد المباراة على أن مباريات المنتخب الوطني على النحو التالي: 5/9 راح تكون في أرضنا، 10/9 بأرض القصر، 10/10 بأرضنا، 15/10 بأرض الخصم. أعطيني يا جميل كمان. هاي المستويات اللي تم تصنيفها يوم أمس. المستوى الأول إيران واليابان وكوريا، الثاني العراق واستراليا وقطر، السعوديه واحنا واوزبكستان بالمستوى الثالث. المستوى الرابع الامارات والعمان والبحرين، الخامس الصين وقرغيزستان وفلسطين، والسادس كوريا الشماليه واندونيسيا والكويت. وبالتالي هاي المستويات وهاي المجموعات اللي تأهلت
للدور الحاسم. يعني واذا بنلاحظ ايضا مشكور محمد قدر حسن معد الحلقه، ايضا حصاد يزودنا بحصاد مشاركه النشامه في الدور الثاني والترتيب المجموعه السابعه، ونحن في الصداره بعدما تحدث البعض باننا سنخرج من هذه التصفيات، بعدما تحدث الكثير وكتب بعض النقاد، مشكلة النقاد عندنا هون كتبوا بانه احنا خلص ودعنا كاس العالم، احنا ما لنا فرصه، لا خلص انسوا الموضوع، شو بدكم مين المدرب بدكم تجيبوا، انتهى الموضوع. هذا شوف، هاي الروح صحيح الانهزاميه عند البعض، وخلينا نحكي بصراحه، بعض كتب وحكى صحيح وانتقد لكن هو الامل والاراده، نعم، وايضا الايمان نعم. جاءنا مدرب على مستوى عالي، كان من الاتحاد انه اعطاه الدعم الكامل وصبر نعم. عليه صحيح. وكان الرجل يعمل، كان يخسر صحيح في الوديات لكن هو كان يشتغل يعني وعدنا من بعيد، عدنا بعد ما كنا يعني مهددين انه نخرج، عدنا صحيح. من بعيد وتصدرنا المجموعه. أما محمود انت جايبني مستضيفني ولا انت انا مش عارف حكيت اكثر مني. طيب اذا سمحت وحاب استرسل وانا متحمس يلا من خلال كلامك للامانه، لانه الكلام على المنتخب وعلى الانجاز يطول. محمود اولا شوف، النسخه هاي تاهل لكاس العالم تختلف عن النسخ السابقات كلياتها. ليش؟ تاكيد لكلامك، اذا تسال اي واحد اردني من ال10 ولا 11 مليون اردني يقول لك احنا رايحين، صح ولا مش صح؟ صحيح. بقول لك رايحين، اي واحد فينا الان بقول لك احنا رايحين وكنا رايحين قبل الدور الاول. الان احنا 18 دوله، 9 ترتيب تقريبا بالثالث، 9 احنا منطقيا وواقعيا وفنيا وتكتيكيا احنا افضل منهم، اللي هو الرابع والخامس والسادس، باريحيه بحكي لك 100%. الأول، التصنيف الأول والتصنيف الثاني والثالث فزنا عليهم كلياتهم في آخر بطولة نسخة كأس آسيا، ومش فزنا باي ذا واي، مش فزنا بالحظ، راح أرجع على كلامك، ما فزنا بالحظ، فزنا بأداء مقنع، فزنا بإيمان من الكابتن حسين عموته للأمانة ترفع له القبعة. أكيد نوجه له التحية. أحسن. وراح أحكي لك الآن سر من الأسرار، لأنه قبل أسبوعين إجا أعطانا ساعتين بدورة البرو المقامة عندنا في الأردن، اجى حكى ساعتين، بس مش احكي شو اللي حكى بالضبط، لا بدك تعطينا الاسرار. لا راح اعطي لك شيء اللي ما نقدرش نطلعه لبرا. حكى عن ايمانه بقدرات اللاعبين، وحكى عن الموضوع اللي تعرض له شخصي والكادر تبعه واللاعبين اولادنا، اللاعبين مش جايبينهم احنا من بوركينا فاسو ولا من نيبال ولا لاقينهم هذول اولادنا هذول اللي طلعهم احمد عبد القادر وجمال ابو عابد واسلام الذيابات وسين وصاد، هذول اولادنا، هذول سلاحنا، مدربين الوطنيين للامانه، لكن استثمارهم واحسن استخدامهم للامانه بكافه التفاصيل الكابتن حسين عموته. الكابتن حسين امن بقدرات لاعبين، وزي ما حكيت النقاد والمحللين وبعض المدربين قالوا انه والصفحات تختار فلان ما لعبش ولا دقيقه بالدوري، اخترت فلان مستوى نازل، اخترت فلان مصاب، اخترت فلان ما شفتوش، لكن امن واعطى، وهذا السر، اعطى احصائيات كامله عن كل لاعب، الدقيقه اللي لعبها، مستوياته، الكره اللي مررها، الاهداف اللي جابها. اعطاكم بالمحاضره ساعتين للامانه، انا مش حاب احكي، لكن هي تفاصيل من باب رفع المعنويات، لكن مش احكي تفاصيل تكتيكيه وفنيه حكى فيها تحت الهواء تحت الهواء ما مشكله، لكن حكى عن امور وفعلا فرجانا اهداف باللي حكى لنا اياه. ترفع القبه للكابتن حسين عموته لانه امن بقدرات اللاعبين وعمل وعرف كيف يوظف اللاعبين. غير من اسلوب اللعب. حلو ولا ما غيرش؟ غير. كنا نشتغل على البناء والضغط العالي والهجم المرتد والزون لكن شاف قدرات اللاعبين انه الان ما فيش داعي للبناء، انا عندي ما في داعي للبناء، ما فيش داعي العب 4-2-3-1 او 4-3-3 بمشتقاتها، لعب بالبناء المباشر، طابتين 3 طابات بلغتنا، باصين 3 باصات، وانك مواجه الجول. ليش؟ لانه عندك قوه هجوميه، امكانات اللاعبين بتوافق هذه الطريقه. شكرا لك. قوتنا الهجوميه بتتمناها اي منتخب او اي منتخب اسيا، من كوريا لليابان
للسعوديه بتمناه القوه الهجوميه اللي عندنا، بالاضافه للمنظومه كامله دفاعيا استثمرت صح 100%. جميل جدا. هذا واحد. اذا احكي لك الان عن اذا استرسلت وقفني. يلا. واذا اخذت وقت غيري برضه وقفني. الان بدك تحكي عن التاهل. التاهل الان زي ما حكيت لك، اي مواطن اردني محب للبلد منتمي للبلد والمنظومه كامله ناجحه من جلاله سيدنا، وانت عارف التحديات والمشاكل والاجواء اللاهبه والساخنه اللي بتحيط بالاردن، بخصص جزء من وقته للمنتخب. ولي العهد بروح بيلعب مع المنتخب، ما بدوش راح يلعب ولي العهد اذا بحب يلعب بيلعب 24 ساعه، بده يرفع معنوياته بس. شكرا لك. هاي رساله للاعبين، رساله للرياضه، رساله للناس كلياتها. لكن انا هون بدي احكي مش عن الرياضه، بدي احكي الى اصحاب الرياضه اذا سمحتي، وانا متحمس بالموضوع هذا. شو اصحاب الرياضه يعني؟ المسؤولين عن الرياضه. ايوه اعطيني. يا سلام عليك. يلا هات يا ابو مراد. الدول المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث كلهم افضل مننا بالمنشآت، كلهم افضل مننا بالاحتراف وبنود الاحتراف وعقود الاحتراف، كلهم افضل مننا. تحكي عن ايران، عن السعوديه، عن اوزبكستان، عن كوريا، عن اليابان، عن المستوى الاول والثاني والثالث، الثمان دول الا احنا. دقيقه، والرابع احسن منه، وحتى ممكن الرابع. احسنت، وحتى ممكن الرابع. كلهم افضل مننا بالبنيه التحتيه، بالملاعب. انت بس تقام نهائي يعني بدي اقاطعك. تفضل. تحكي الامارات في المستوى الرابع. شكرا لك. اللي بيشوف منشآت ما شاء الله الامارات صحيح. وما شاء الله. نعم صحيح. منشآت ما نعم شاء صحيح. الله. نعم صحيح. تحكي عن مباراة نهائية لدوري المحترفين عندنا تقام على ملعب الزرقاء الأمير محمد، صح؟ وأكم لاعب من نادي الحسين بالمنتخب الأول؟ مش أقل من 4 بدون ذكر، يمكن 4 5 أو أكبر عدد اللاعبين من نادي الحسين بالمنتخب الأول. الأسبوع الماضي أو قبل الماضي لعبوا نهائي الدوري على ملعب الأمير محمد على الزرقاء. بعد أسبوعين بدهم يلعبوا على ملاعب السعودية، وكانوا قبلها بأسبوعين لاعبين على ملاعب قطر ولاعبين السعودية ولاعبين مع كوريا. طيب. هذا مش انقلاب. الاستثمار اللي حكاه سيدنا رحمة الله عليه جلالة الملك حسين، الإنسان أغلى ما نملك. فعلا الاستثمار كان في هذول بولادنا باللاعبين، واستثمروا اولادنا. من هون بقول يا ريت، بتمنى على رئيس الوزراء، بتمنى على وزير الشباب، بتمنى على المسؤولين نادي الحسين، أصحاب القرار أن يكونوا لنا صان، يعني بس يسمع. يعني يا أبو محمود، ينصتوا لنا بس في هالنقطة. أبو محمود، ما فيش تجربة قبل أسبوع كان ترند زي ما تفضلت قبل شوي بنادي الحسين، وكان صاحبها وبطلها واحد اسمه عامر أبو عبيد. صحيح. صح ولا مش صح؟ صحيح. مش هذا الاستثمار جاب لاعبين ومدير منتخب سابق واستثمروا صح ونجح. فالمنظومة كلها بتحكي عن المنظومة تبعتنا من سمو الأمير للعائلة الهاشمية للجمهور. وفي للأمانة جندي مجهول حاب أحكي اسمه، محمد منقو مدير المنتخب، ما شاء الله، متواضع، أخو للاعبين، وأنا بعرف شغيل، بيعنيه فقط سلامة وصحة اللاعبين إداريا ناجح جدا الكابتن حسين عموته. ومن خلال السي في اللي حكاه عن حياته، لأنه على فكرة بيعمل دكتوراه قاعد، الله يوفقه فيها ما شاء الله عنه. بتحكي عن انضباط داخل الملعب، بتحكي عن انضباط سلوكي، بتحكي عن انضباط تكتيكي، بتحكي عن انضباط إداري، متابعة لكل صغير وكبير، حتى نجحت المنظومة هاي يا دكتور ليث. طيب أبو مراد، جميل جدا اللي بتحكيه أنت بدك كمان حلقة. أبو مراد، ماذا يعني احنا 68 عالميا، 9 آسيويا، 8 عربيا؟ شو بيعطينا في الفترة المقبلة؟ شو لازم نعمل على هذا التصنيف، هذا التصنيف المنتخبات؟ الآن أنا بالنسبة لي بهمنيش عالميا، ما بهمني عالميا حاليا، ما بهمني عالميا. حطيت قبل شوي أنت مواعيد أول مباراة لنا 5/9. احنا قديش يوم بالشهر؟ 21/6، يعني 2 و10 أيام، شهرين، ضايل شهرين وشوي. هل الشهرين كافيات لبناء ملعب وأرضية ملعب؟ لا. أرضية ملعب تناسب إمكانيات لاعبينا؟ طيب، هل الآن في عندنا مثل، يعني مثل رمثاوي أو فلاح يقول لك من قال بكرة إجا بكرة. وعلى فكرة الوقت بيسابقنا قاعد 2 شهرين أبو مراد، صدق ما فيش وقت الآن. احنا من 62 ملعب استاذ عمار، بحكي عن أرضية. طيب. وحكى موسى التعمري، خلينا نكون واقعيين وواضحين أبو محمود، حكى موسى التعمري بإحدى المباريات الأرضية ما ساعدتناش،
لكن بعدها صار اهتمام مباشرة، لأنه حكى موسى التعمري. احنا بدناش يحكي موسى التعمري، ولا بدنا يحكي إسلام، ولا يحكي ليث. بدنا الآن استحقاق كأس عالم. شو كأس عالم؟ الأرضية تكون، بدي الأرضية، مش أرضية الملعب، الأرضية كلياتها. التخطيط الآن، وأنا بعرف لأني ابن اتحاد كرة قدم ومحاضر. الآن الشغل جاري على ساق زي بيقولوها، إنه تخطيط كيف نروح كأس العالم. الكل موقف، عبارة عن خلية نحل. الدوري متى؟ الدوري كيف بده يصير؟ الآن في بطولة استحدثت، بطولة 23، كيف ممكن تصير؟ الدعم المادي، البرامج. الآن السعودية والأوزبكستان هم الوحيدين اللي عارفين، احنا كأردنيين عارفين مش رح يلعبوا معنا. ليش؟ لأنهم معنا بالمستوى الثالث، لكن عارفين باقي الثمان أو ثمان دول اللي رح تلعب معنا. مين اللي اختار المنتخبات الوطنية؟ 5 دول رح تلعب معنا، 5 رح تلعب معنا بالمجموع. ولا أحسنت. مش صعبة على فكرة، مش صعبة، لكن من هون للشهرين نختار صح، ونتدرب، مش نتدرب صح، نخطط صح. لأنه أنت إذا عارف وين بدك تروح بتروح، إذا عارف وين بدكيش تروح رح تلاقي مكان، رح تلاقي حالك المكان أنت مش مرتاح له. وهذا يمكن كان بعضه بالسنوات السابقة. الآن كل الأردن فرحان، حديث الأردن كله، كل حديث الأردن والدول العربية والدول الآسيوية المنتخب الوطني. وأحكي بريحية، وتعودت عليه أحكي بريحية. المحللين اللي كانوا مش الأردنيين، وأنت يمكن المعظم عارف مين كان قصدي، اللي كانوا يقولوا بكأس آسيا أول منتخب راح يغادر كأس آسيا المنتخب الأردني. مساكين الله يعينهم، الله يعينهم. لكن بالأخير رجعوا قالوا بعد ما فزنا على كبار آسيا، والآن إحنا مش من كبار آسيا، إحنا كبار آسيا الحمد لله، إحنا كبار آسيا بإذن الله تعالى إن شاء الله. وكبار آسيا لازم يتخذ عليه خطوات. احنا دائما بدناش نظام الفزعه، بس نجيب بطوله دوري او بطوله كاس او نروح لاولمبياد او نروح لكاس العالم، نوقف ونفرح شهرين زمان ونريد نبلش من الصفر. انا برايي دكتور ليث نكمل على الانجاز، نكمل. احنا الان وصلنا، انا برايي وصلنا ل 60 ل 70%. نبني على الانجاز. كيف البناء على الانجاز؟ المنشآت، البنية التحتية، الأمور التكتيكية، الأمور الثانية كلها. جميل جدا. يمكن إذا بدنا نحكي عن المنتخب بدنا حلقات وبدنا أكيد. قاعدة معك طويل. أنت عندك لا أسرار كثير وإحنا ما بنعرف. بعدين عندك أسرار كثير وإحنا ما بنعرف. على كل حال يمكن بدنا نروح أيضا في ضوء ذلك أيضا، وفي ضوء المنظومة التي عملت في كأس آسيا. المشجعين كرم أكيد رئيس الديوان الملكي معالي يوسف العيسوي رابطة مشجعي المنتخب الوطني، أنور ورائد ومازن وكل الشباب وخالد وكل الشباب الموجودة اللي كانوا موجودين وشجعوا وتابعوا وآزروا المنتخب الوطني. يمكن كلمة حق تقال انه بالفعل هذول الشباب بيتعبوا، صحيح، وهذول الشباب اللي موجودين في الصورة وغيرهم كان لهم دور كبير في تشجيع، في مؤازرة، في تخفيف الضغط على المنتخب الوطني. أنا كنت موجود في كأس آسيا وشفت الضغط الإعلامي وشفت الضغط الجماهيري وشفت الضغط اللي كان يصير كل مباراة قبل المباراة. كان لهم دور في الملعب ودور برا الملعب. كانوا يشجعوا وكانوا آزروا. احنا كإعلاميين كان لنا دور في الفضائيات، او انه نخفف الضغط اللي كان دائما على المنتخب. وانت تحدثت قبل قليل انه كان الكل يتحدث من انه الاردن راح يخرج. هذا الحكي انه حاول كلنا انه ما يصل هذه الصورة للمنتخب الوطني، والحمد لله نشام المنتخب كانوا على قدها. يعني التكريم هذا أبو محمود هو تكريم للرياضة الأردنية كلياتها. وأنا المجموعة هاي رافقتني بالصين، على الصين، بالمنتخب الأولمبي، منتخب الرديف، واللي حكيتنا على الصين. ويمكن عدد المشجعين كانوا 10 بالصين والباقي كله من الصين. وصوت ال10 بس. وصوت ال10 نعم، لأن الصوت الأردني بيسوى 100 مليون صوت غير أردني. التكريم هذا هو للأردنيين، لكن أنا بعرف مقدار التعب والجهد والعناء اللي بلاقوه هذول. هاي المنظومة كاملة يا أبو محمود، مش فقط تدريب، جمهور، إدارة، لاعبين، بنية تحتية، محفزين. هاي كلها محفزات للمنتخبات الوطنية.
احنا بدنا اياها بدنا اياهم وبدنا اياهم بالدور الحالي ان شاء الله. طيب بدنا نحكي نغلق ملف المنتخب الوطني مشان الوقت ونحكي عن منتخب الشباب بصوره سريعه. اعلنوا المدرب الجهاز الفني بيتر قائمة 23 لاعب تشاركوا في بطولة غرب آسيا اللي راح تكون بالسعودية، غرب آسيا للشباب. نعم. وهذا إن شاء الله راح يكون المنتخب يفتتح لقاءاته بلقاء المنتخب العراقي يوم 26 شهر. نعم صحيح. وراح يواجه لبنان في 28 ثم ألبانيا في 30 في ختام دور المجموعة والأسماء. نعم. شوف، الاهتمام والنجاح بالرياضة مش فقط برأس الهرم إنما بالقاعدة. القاعدة المنتخب الأولمبي، منتخب الرديف، منتخب الشباب، وأنا كنت العام مدرب منتخب الشباب، والكادر بالمناسبة الكامل مع هو كان الكادر تبعي كان مساعدين، إلا تغيرت أنا وإجا بيتر، ويا رب الله ييسر أمورهم ويرجعوا لنا بطولة غرب آسيا. أنا متابع من خلال الجهاز الفني للمنتخب هذا. هو منتخب زي ما بنحكي دائما، هو منتخب الشباب. منتخب أنت اللي اخترت المنتخب؟ لا، هو 2005 مع كابتن بشار أشرف الاختيار والكابتن بيتر. أنا كنت كان مع 2003 2004 أبو طه وأمين والشباب. فالآن لا يقل أهمية ومستوى عن اللاعبين. والآن الكويس أبو محمود إنه المعظم تبعهم بلشوا يلعبوا أساسيين بالأندية المحترفين، وشفناهم بنص ربع نهائي الكاس، وشفناهم بالدوري. فبلشت الأندية تستغني عن اللاعب المحترف وتعطي للفئة هاي أهمية، وهي بدنا إياه. هذا الصح. أنا هاي بدي إياه. في لاعبين، خلينا نحكي عن كابتن المنتخب إبراهيم صبرة، بيلعب بالوحدات بعض المباريات أساسي وهداف ويعول عليه. بعض اللاعبين كثير مميزين، أنس الخب لأن لاعب نادي الفيصلي. في لاعبين كثير مميزين يبنى عليهم. أنا برأيي الاهتمام بالقاعدة هو النجاح، السبيل الوحيد للنجاح للهرم. وأنا بالموضوع المنتخبات الوطنية ومش حاب أطول عليك، بعرف أنه الآن اتحاد كرة القدم في صدد إنشاء بطولة خاصة للفئات العمرية، وبعرف